اليوم غادي نشارك معكم كيك ديال التفاح، وهذا وقته من داكشي الرفيع، تيجي رائع، تيجي مفشفش وطالع بمكونات بسيطه. غادي يعجبكم الا جربتوه من طبيعه الحال. ما عليكم غير تتابعوا الوصفه من الاول حتى الاخير، ان شاء الله راه غادي تعجبكم، واكيد غادي تعجبكم الا جربتوها بطريقتي. ان شاء الله ندوزو لا فيديو ديالنا. قبل ما ندوزو ضروري ما اننا نصليو على الرسول عليه افضل الصلاه وازكى السلام. تابعوني وما تمشيو فين. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو الوصفه ديالنا. اول حاجه تناخذ هذا المول، تندير ليه القاغيط ديال الفرن او الورق الفرن، تندهنو بالزبده مزيان مزيان صافي، تنديرو على جنب. وفي الخلاط الكهربائي كيف ما يمكن لكم، حتى بالخلاط اليدوي، غادي ان شاء الله نذكر معكم المكونات في نفس الوقت انا كنحضرهم. عندي واحد جوج بيضات بدرجه حراره المطبخ، ضروري ما يكونوش باردات، يكونوا واخدين درجه حراره المطبخ. عندي جوج فقط. عندي كاس الا ربع ديال السكر سنيده، المهم الكاس باش نشربوا اتاي، او كاس العنبه. نفس الكاس غادي تعبروا به جميع المكونات. غادي نسمو بالفاني، واحد الساشي ديال الفاني، كيف ما يمكن لكم تنسمو بالقشور ديال الحامض. ضروري من واحد القبيصه ديال الملح. عندي كاس الا ربع ديال زيت النباتيه. بسم الله. غادي ندير كلشي دفعه واحده كيف ما قلت لكم، الا الدقيق حتى الاخر. عندي كاس عامر ديال الحليب. عندي نص كاس ديال الكوك. صافي دابا ان شاء الله غادي نطرب هاد المكونات ونرجع معكم. صافي من بعد ما نخلط جميع المكونات هنا، تصبح الخليط بحال هكايا عاقد وبيض. غادي نخليه على جنب، وغادي ندوزو نقطعو التفاح ديالنا. المهم غادي ناخذ واحد التفاحه، تنحيد لي داك اللب الدخلاني ديالها، المهم غير بالموس ولا بحال هاد الاله. تنقطعو شرائح. بسم الله. تناخذ واحد العصره ديال الحامض بحال هكا باش ما يكحلش لينا. صافي غادي نخليوه على جنب. دابا ندوزو نكملو الكيك ديالنا. بسم الله. صافي بعد ما درت الخليط ديالي هنا، غادي نديرو دابا الدقيق ديالنا. بسم الله. اول حاجه غندير جوج كؤوس، وغنشوفوا شحال غادي يهز لنا ديال الدقيق. دائما نفس الكاس، ضروري ما اننا نغربلو. غادي نضيف خماره الحلويات من وزن 15 غرام. بسم الله. نضيف واحد شويه ديال الدقيق. ناخذ كاس خبز، غادي نضيف غير النص ديالو. صافي. المهم الكيك هز لينا جوج كؤوس ونصف من كاس العنبه. بحال هكا تصبح القوام ديالنا. دابا غادي نعصر معكم واحد الملقه كاخر مرحله، ملقه ديال الحامض اولا ديال الخل. هذا هو السر ديال الكيك ديالنا اللي تيخليه يجي مفشفش وطالع. بسم الله. صافي غير معلقه، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان.
صافي بحال هكا تصبح الخليط ديالنا تيجي عاقد ما جاري ما خاطر. دابا ان شاء الله غادي نصبوه في المول اللي درت معكم قبيله بالزبده. بسم الله. دابا ان شاء الله غادي نستف التفاح ديالي هنا. بسم الله. عندي هنا لوز افيلي. صافي في هذا الاثناء غادي نشعل الفرن على درجه الحراره 180 درجه. غادي نديروا الكيك ديالنا الوسط نشعلوه عليه لتحت حتى يطلع فيه الطياب ونحسوا به بانه طاب، ومن بعد نشعلوا عليه الفوق يتحمر ويكمل طيابه، ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. من بعد ما تيطيب الكيك ديالنا تنخرجوا من الفرن تيصبح على هذا الشكل. المهم راه باقا سخونه واحد شويه، غادي نحيدها من المول ديالها. صافي من بعد ما حيدتها من المول غادي نحيد هذاك الخليط من طبيعه الحال، ولكن غنخليها حتى تبرد واحد شويه حيت باقا سخونه. عندي هنا العسل باش غادي ندهنها بحال هكا من الفوق. ممكن انكم تدهنوها بالكونفيتور ديال مربى المشمش اولا بالناباج. المهم انا عندي هنا عسل طبيعي غادي ندهنها مزيان غير باش تعطينا ديك لابغيونس، وحتى المذاق حتى هو راه تيلعب دور. وهكا تصبح الكيك ديالنا تيجي رائع رائع بزاف، واحد الريحه طالعه ما شاء الله. نتمنى انكم تكونوا تبعتوا لا فيديو من الاول حتى الاخر. صافي تنكتفي بهذا القدر، تجي محمره من داكشي الرفيع. غادي نخليها حتى تبرد ان شاء الله، وغادي نقسم معكم باش نشوفوا القوام ديالها كي تيجي من الداخل. المهم راني قلبتها في التبصيل تتقلب بكل سهوله. شوف كي تجي محمره من داكشي الرفيع. دابا ان شاء الله غادي نقطعوا الكيك ديالنا. بسم الله. شوف كي تيجي مفشفش خفيف طايب من التحت ومن الفوق كما تتشوفوا. نتمنى ان لا فيديو اللي درت معكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم اللي تحفزني باش نعطيكم يعني وصفات اقتصاديه بسيطه في المتناول ديال الجميع. وصلت نهايه الفيديو ديالي، الى فيديو قادم باذن الله. دمتم في حفظ الرحمن ورعايته.